يا ابو عمو انت كده نايم واحنا جايين من الشغل جعانين يا راجل، عايزين ناكل لنا لقمه ويومك نهردي. يا جاد الراجل يعني انت ما شايفوش رجله مكسوره وليه يومين راقد على السرير؟ هو نهارده يوم ومالنا احنا تعبان ولا تعبانش؟ بص احنا في غربه مع بعضينا وكل واحد عليه يوم، فيعني نستحملوا بعضينا شويه. يعني انت يا جاد مستحملنيش لحد ما رجلي تخف؟ لا يا راجل، مين قالك ده احنا اولاد بلد وحدي. وبعدين يعني انت رجلك مكسوره، لو سليمه نقولوا ماشي، لكن ارتاح نام وخد راحتك. بردك ده يا جاد هتحرق الراجل، ده حتى قريبك يا اخي، ولا احنا كده في الغربه مع بعضينا القريبين نحملوش بعض. ابحى رجال اطبخ مكانه، انت اطبخ مكانه يا ابو عمو. نطبخ مكانه؟ ما دام رجال له. طب ويا المشكله نطبخ مكانه؟ اطبخ مكانه انت. الراجل هنقوله تعبان. تعبانش انا ليش دوعه، انا جاي من الشغل تعبان وطلع عيني، اطبخ مكانه انت. يعني انت مش هتقدر؟ لا مش مقدر. وماله يا اخي هنطبخ مكانه، عشان انا راجل هنحب نقدر، وبعدين احنا في غربه وكل واحد عليه يوم، ولو واحد تعب وسطيني نستحمله شيء ليه؟ ما ليه الحكايه يا جاد؟ الراجل واقع من على السقاله يا اخي، ده حتى نحن بلديات بعض. بلدياتي ولا مش بلدياتي يا ابو عمو، خليك في حالك انت، خليك في الشاي ما تعمله، روح يا راجل لك الصالح. ما ليه يا جماعه فيه؟ نناموا على زعيق ونقوم على زعيق يا راجل، ده حتى معنا شغل الصبح، غلط لازم نقدروا بعض شوي. عندك جاد ما حدش عاجبه. خلاص يا هيثم ما تعملوش مشاكل مع بعض، انا هقوم اتعكز واطبخ. يعني تطبخ انت اللي رجلك وجعاك واحني 60 راجل حواليك؟ لا يا ابوي ما يرضيش ربنا دي. وانت يا ابو عم اعمل حسابك، لو الاكل معانا ما عجبكش وهنجوع الراجل دي، يبقى انت يا ابو عم هات لك اكل جاهز ونفض الموضوع. عشان احنا في غربه ولازم نستحملوا بعض وما حدش يعاند في حال. ده احنا اتخلقنا عشان نقف جنب بعض مش عشان ندوسوا على بعض. كلامك صح يا مؤمن. اهو المقاول شكله جه عيرن الجرس، عشان هو كان قايل بدري جاي لكم بعد العشاء، ويشوف لنا حل بالمره في الموضوع ده. العين ده هيجيب مشاكل ما بين الناس، بس انتوا ما تفهموش. هنروح نفتح للمقاول. يا مقاول. وبعدين يا ابو العم نقف كتير على الباب. معلش يا اخي في مشكله جوا. وبعدين صوتكم جايب بالاخر العماره على كده. معندين في الطبخ يا مقاول. مين هم دول؟ الجماعه. يعني مين؟ اوعى تقول لي جاد مش مستحمل قريبه عشان خاطر تعبان ورجله مكسوره. بصراحه مقاول الواد دي عايزين نطير وراه. ما هو حتى في الشغل على كده جايب لي النصايب كلها ابو العم، تعال شوفوه. ماشي.